السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي ومتابعيني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى معانا ان شاء الله فيديو جديد كده، اول روتين ليا على القناة. روتين كده يومي كامل ان شاء الله، يا رب يعجبكم. وان شاء الله كده تاخدوا منه افكار وطاقة ايجابية كده تشجعكم. ويلا نقوم نشوف اللي ورانا، ولو انتي كسلانة قومي يلا معايا وشوفي اللي وراكي وخدي افكار مني. ونشجع بعضينا كده. اول حاجه بقى ان شاء الله في الفيديو النهارده هنعملها مع بعض، احنا هنعمل الغدا مع بعض، وهنعمل غدا حلو قوي، يعني كل الاطفال بقى بتحبه والاولاد كلها بتحبه، يعني حاجه حلوه كده ان شاء الله. تابعي معايا بقى الفيديو للاخر، وما تنسيش تحطي لايك، ولو وصلتي معايا الفيديو لحد دلوقتي يا ريت تدعميني بكومنت حلو منك. اول حاجه بقى هنعملها معايا الاستريبس بتاعي، انا جبت كده قطع البانيه كده، يعني الصدور كده مقطعينها بالطول، وقطع كده تخينه مش رقيقه قوي، تمام، عشان تبقى حلوه كده ومحمله معانا ما تنشفش مننا واحنا بنحمرها. مقطعينها كده وغسلينها كويس. معايا بقى التتبيله بتاعتي اللي ان شاء الله هتعجبك او هتعتمديها. معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره معلقه من البصل بودر، ومعلقه صغيره من الثوم البودر، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسمر، ورشه من الكركم، ومعلقه صغيره من البابريكا، ورشه من الزعتر، يعني حوالي نص معلقه كده، ورشه من الجنزبيل رشه بسيطه، وكمان بهارات فراخ، تمام، معلقه صغيره من بهارات الفراخ. هنحط معلقه صغيره من كله ما عدا البصل البودر، هنحط منه معلقه كبيره، تمام، لان احنا ما حطيناش بصل، ما تبلناش ببصل. بعد بقى ما نحط الكلام ده كله على الفراخ ونقلبه كده كويس ونغطي كل الفراخ فيها، هننزل عليهم بمعلقه خل ونص كوبايه ميه، وهنغطس كده الفراخ فيها كده ونغرقها فيها كده ونغطيها بقى ونسيبها في التلاجة. يعني على الاقل، يعني الافضل ان انت تبيتيها فيها، لكن انت لو مستعجله فعلى الاقل تقعد فيها مثلا ساعتين. معايا هنا بقى الكفر اللي هنغطي بيه. معايا هنا كوبايه من الدقيق، بس على فكره انا احتجت عليها تاني في الكميه بتاعتي، يعني حطيت حوالي نص كوبايه كمان، تمام. ونفس بقى البهارات اللي احنا حطيناها دي كلها هنحط منها رشات كده بسيطه، بس هنا اضافه بقى عليها نص معلقه من الكركم، نص معلقه صغيره من الكركم، تمام. انا ما حطيتش كركم في التتبيله الاولانيه، لكن هنا هحط الكركم. نفس البهارات اللي هي البصل بودر، الثوم البودر، البابريكا، الفلفل الاسمر، بهارات الفراخ، والزعتر والجنزبيل. وهنسيبها بقى على جنب لحد ما الفراخ بتاعتنا تتبل. هنحضر بقى الرز بتاعنا البسمتي. هنا بقى حطيت مكعب من الزبدة كده وعليه شوية زيت، ونزلت عليهم بقى بالليمون المجفف ده، وعود من القرفة الحصى، القرفة اللي هي الخشب دي، معلش. ومعلقة كده بقى من بهارات الكبسة، ومعلقة نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر. وهقلب بقى الكلام ده كله كويس قوي كده. وكمان حطيت رشة من القرنفل. القرنفل ده بيبقى جميل قوي قوي في الكبسة، وبيديها نكهة وطعم حلو قوي، تمام. معايا بقى كوبايتين من الرز البسمتي كده، انا نقعهم حوالي نص ساعة بالظبط، مش اكتر ولا اقل. نقعتهم حوالي نص ساعة، وبعدين هضيف لهم بقى بعد ما اديتهم تشويحة كده. حطيت معلقة من الملح، وكان عندي بقى مرقة في التلاجة، كملت عليه، حطيت حوالي 3 كوبايات، تمام. هي عملت لي كوبايه ونص، فانا كملت عليهم كوبايه ونص من الميه كمان، يعني انا حطيت على الكوبايتين رز 3 كوبايات من المرقه. لو مش متوفر عندك مرقه ممكن تحطي مكعب مرقه دجاج، وهيطلع معاكي حلو قوي برضو. هنعلي عليه النار بقى لحد ما يتشرب، هنوطي عليه ونسيبه يستوي براحته خالص. شايفين الرز جميل ومفلفل واستوى معايا، وطفيت عليه اهو. هنا بقى الفراخ بتاعتي بقى كانت قعدت في التتبيله حوالي كده 5 ساعات، بس انا زي ما بقولك الافضل ان انت تبيتيها في التتبيله، هتديكي طعم احلى بكتير لما تتشرب التتبيله كده وتقعد فيها مده اطول. بنمسك بقى قطع الستريبس كده ونقلبها بالشكل ده كده، تحس ان انت ايه بتخبطيها كده في بعضها بالدقيق. عايزين نكون عليها كده طبقات كده، تمام، اهو بالشكل ده كده. شايفين انا بخبطها ازاي؟ معايا بقى ميه ساقعه متلج بقى، يعني ميه انا مطلعاها من الفريزر، تمام، او ميه يكون فيها مكعبات تلج، تمام. ونحطها في الميه ونرجع تاني نحطها في الدقيق. بصوا انا حطيتها مره واحده بس، انا خدت القطع اللي جنبها حطيتها في الميه المتلجه وبعدين رجعتهم. لو حابه ان انت تحطيها تاني وترجعيها تاني تحملي الكفر ده 3 طبقات براحتك، بس انا مش بفضلها كده، يعني هي طبقتين حلوه قوي، اللي هو اول مره في الدقيق وبعدين في الميه بتلج وبعدين نرجعها الدقيق تاني، بس كده. بصوا بقى الطبقات اللي بتبقى عليها كده. لو انت عايزه بقى تعملي كميه طبقات اكتر هتعملي زي ما بقولك كده.
تحطيها في المية بتلج مرتين وترجعيها للدقيق. تمام. بصوا بنقلب كده، تاخدي بالك من الخطوات دي عشان يطلع معاكي ان شاء الله ناجح ومن اول مرة. هتشوفي بقى الوصفة دي والتتبيلة طعمها تحفة، كأنك بتاكلي ستريبس فعلا جاهز، مش انتي عاملاه خالص. اهو كده. لحد بقى ما نخلص كل الكميه، ويا ريت ما تعملوهاش كلها مره واحده، اللي هيتحط في الزيت عشان لما نعملها كلها مره واحده ممكن تطرى معاكي دي كده، قطعه البانيه تتشربه وتلاقيها طريت كده، فلا احنا مش عايزينها كده. احنا عايزين بس يبقى الدقيق زي ما انتم شايفينه كده ناشف على قطعه البانيه، في زيت بقى كده، في طاسه زيت غزير. ننزل بقى وهو سخن كده بقطع البانيه بتاعتنا، الاستريبس قصدي. تمام. بالشكل ده كده. مش هنقلبها بقى خالص لحد ما تعدي كده حوالي 5 دقايق كده او 3 دقايق على النار كده، لما نلاقيها اتحمرت كويس من الناحية التانية وبقت مقرمشة كده هنبدأ نقلبها. لكن طول الوقت ده مش هنقلبها خالص ولا نيجي ناحيتها. شايفين بقى الستريبس بتاعنا شكله حلو ازاي، وعامل طبقات كده اللي هي تموجات كده فوق بعضها زي اللي بيجي من بره بالظبط. والكفر بتاعه عليه ما طلعش منه خالص، بجد حلو قوي قوي، احلى من البقسماط ومن الفيجيتار بكتير يعني. الطريقه دي بجد عجبتني وحلوه جدا. بصوا شايفين الكفر ماسك فيه لحد يعني ومقرمش قوي 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 كمان. شايفين التموجات، يعني حاجه كده ما شاء الله زي العسل. وهبدأ بقى احط الكميه التانية بتاعتي. بس كده يعني احنا عايزين نبدأ يومنا من بدري كده عشان يبقى فيه بركة. وزي ما بيقولوا يعني الشغلة البدرية منسية. وادي الاستريبس بتاعي خلص اهو. بصوا بقى حاجة كده ما شاء الله زي العسل، وكمان مقرمش قوي ولونه جميل وكل حاجة فيه حلوة بصراحة. والطريقة دي عجبتني قوي. وكمان انا نسيت اقول لكم على حاجة، ان انت تطلعيه على مصفى، يعني انا بعد ما طلعته في الطبق حطيته في مصفى كده عشان يصفي الزيت اللي فيه. تكون مصفى ستانلس لان ما ينفعش يكون سخن ونحطه في حاجة بلاستيك. مصفى مثلا ستانلس او ألمونيا عشان يصفي الزيت اللي فيه كويس قوي، لان احنا لو حطيناه على مناديل ممكن يطرى معانا بسرعة. تمام. بصوا بقى مقرمش قوي قوي، ويعني حاجة كده ما شاء الله زي العسل. شايفين الطبقات بقى والتموجات اللي عليه، واللحم من جوه مستوي وابيض وحاجة كده تحفة، افضل بكتير من اللي بنجيبه من بره. وهنا بقى الرز بتاعي بقى كان استوى اهو. بصوا بقى الرز المفلفل وجماله اهو كده. نحط عليه بقى الاستريبس بتاعنا كده. طبعا الأكلة دي كل الأولاد والبنات والأطفال بيحبوها وبيعشقوها. وكمان عملنا معاه بقى بطاطس محمرة الجميلة دي بتاعتنا، بطاطس عادية خالص أنا مش مفرزاها ولا حاجة. حطي لايك بقى للفيديو لو وصلتي معايا لحد هنا، يا ريت تحطي اللايك وما تنسيش اللايك، ودعميني بكومنت حلو منك وكاتشب بقى. وظبطنا الأكلة الجميلة دي. بعد بقى ما خلصنا الاكل بتاعنا دخلنا بقى على اول روتين ليا معاكم كده في غرفة نومي. انا من العيد بقى ما غيرتش الملاية ولا عملت حاجة في الأوضة، فحبيت بقى كده ان انا اشارككم في الفيديو ده الروتين بتاعي. هغير بقى كده الملاية وهلمعها، هي يعني مش ما فيهاش شغل كتير، لان احنا طبعا في العيد كنا مروقين ومنظفين كويس. بس طبعا طول ما انت ايدك في الحاجة يعني بتتنيها جديدة معاكي، يعني طول ما انت بتنضفي ومش بتكسلي وبتلمعي دايما الاخشاب اللي عندك وبتعملي بالمكنسة بتشفطي اي تراب، هتحسي الدنيا نظيفة دايما والدنيا مرتبة، وان حاجتك جديدة مش هتحسيها قديمة ابدا. فاحنا لما نحافظ على الحاجة ونتشجع كده يعني نلاقي كده كمان يعني الحاجة دي بتدينا طاقة كده ايجابية. لكن لما تقعدي في جو مش نظيف او سايبة الدنيا كده حواليكي، لا هتحسي كده ده بيديكي طاقة سلبية كده، بيديكي كسل، فمش بيكون حلو خالص يعني. فنتشجع كده
ويا رب الفيديو ده يعجبكم وتتشجعوا منه وتاخدوا منه افكار حلوة، وتقوموا كده برضو وتشوفوا اللي وراكم. يعني حتى لو كل يوم بتنضفي غرفة واحدة هتحسي الدنيا مرتبة وجميلة. بصوا انا هنا كده خلصت السرير، واهم حاجة في الأوضة كلها يعني السرير هو اللي بيبان عليه. تمام. وهنا بقى جيت كده بلمع الأخشاب بتاعتها تلميع سريع كده، هي نظيفة. وبالجرانس بقى كده برشه على الإزاز برضو بيديله لمعة حلوة قوي للرخام. الجرانس اللي هو بتاع الزجاج، بلمع بيه الرخام بيديله لمعة حلوة قوي وبينضفه وبيخليه حلو قوي. اهو كده. كمان بقى رحت لمعت الكومودينو اللي هناك ده. وبس كده بقى بعد ما خلصت تلميع بشفط الارض كده بقى بالمكنسة. هي برضو يعني زي ما بقول لكم الدنيا نظيفة، مش محتاجة يعني ان انا اشيله او كده. لان يعني ما لحقتش، واحنا كنا قلبين بقى الكلام ده كله في العيد وشايلين تحت السرير طبعا، والحاجات اللي احنا ايه اي واحدة بتحب تعملها اساسيات في قبل تنظيفات العيد. تمام. شفطت الارض كده بقى كويس بالمكنسة. طبعا برضو الجو اليومين دول وحش قوي، بيكون في ترابة ناعمة كده. فما يعني ما فيش مانع ان انت كل يوم كده يوم او يوم لا، حتى لو غرفة انت مش بتدخليها خالص ان انت تشفطيها كده بالمكنسة، عشان التراب ده برضو بيتعب وبيديكي كده طاقة برضو سلبية في المكان، وبتحسي ان الدنيا مش نظيفة بيه. تمام. وكده بقى الغرفة خلصت اهي، ما خدتش وقت فيها خالص، وبتحسي كده بنظافة والدنيا رايقة من حواليكي، وتقعدي بقى براحتك طول اليوم. يعني رايقة كده ومرتاحة نفسيا، وان انتي انجزتي حاجة في يومك. يا رب الفيديو يكون عجبكم والروتين يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. وما تنسوش تدعموني باللايك وكومنت منكم. مع السلامة.